ترامب طلع يقول ان لولا امريكا ما كانش هيبقى في قناه السويس، وعشان كده لازم السفن الامريكيه تعدي ببلاش. بس القصه الحقيقيه بعيده كل البعد عن الكلام الفاضي ده. فكره ربط البحر الاحمر بالبحر المتوسط دي فكره مصريه قديمه من ايام الملك سيرت الثالث، يعني من قبل ما الاوروبيين يكتشفوا امريكا اصلا، ولحد القرن ال19 كانت الفكره بتتقال وتتلغي بسبب معلومه غلط خلت الناس فاكرين ان حفر قناه السويس هيغرق مصر، لحد سنه 1854 لما المهندس الفرنسي ديليسيبس اقنع سعيد باشا ان الحسابات دي غلط وان مفيش خطر ولا حاجه. وقتها مصر وافقت تديله تصريح حفر قناه السويس لمده 99 سنه مقابل 15% من الارباح. بعدها تاسست الشركه العالميه لقناه السويس براس مال 200 مليون فرنك، واتقسمت 400 الف سهم، وكان المفروض دول كبيره زي امريكا وانجلترا وروسيا يشتروا الاسهم دي، بس هم رفضوا، ومصر اضطرت تستلف عشان تشتري الاسهم بنفسها، والقناه فتحت رسمي سنه 1869. بس بعدها فرنسا وبريطانيا سيطروا عليها لحد اما جه الرئيس جمال عبد الناصر سنه 1956 وفجر الدنيا وأمم القناه وخلاها لاول مره شركه مصريه خالصه. طبعا الغرب اتجنن بعد التأميم وحصل العدوان الثلاثي ومحاوله خنق مصر اقتصاديا، بس المصريين قدها. في يومين بس المرشدين والفنيين المصريين شغلوا القناه من تاني وكأن مفيش حاجه حصل. قناه السويس مبنيه بدم وتعب مئات الالاف من المصريين، والتاريخ اللي كتبوه بدمهم محدش هيعرف يغيره بتويتر. اللي ماتوا وتعذبوا دول مش ارقام، دول اجدادك اللي دافعوا عن حلمهم وارضهم عشان ما يجيش واحد اهبل بعد كده يقولك نعدي ببلاش. خليكم معايا عشان تعرفوا الكلام على ايه.